السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين إلى قراءة في كتاب دراسة في سوسيولوجيا الإسلام عالم الاجتماع العراقي علي الورزي المتوفى سنة 1995 رحمة الله عليه. هذا الكتاب هو دراسة تاريخية للإسلام من وجهة نظر أو من زاوية سوسيولوجية اجتماعية، وبتعبير آخر هو دراسة ويتناول أو يحلل العلاقة بين الإسلام وبين المجتمع الإسلامي، يعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمن المعاصر. على بركة الله نبدأ. أولا نستعرض معكم الفهرس. المحتويات: هناك توطئة تصدير ماجد شيبر وعلي الورزي ومنهجه يتكلم عنه الدكتور حسين الهنداوي، ثم توطئة المؤلف، ثم المقدمة، ثم الفصل الأول الخلاف السني الشيعي، ثم الفصل الثاني قضية الخلافة، ثم الفصل الثالث طبيعة الإسلام، والفصل الرابع الصراع داخل الإسلام وأصوله، والفصل الخامس صراع الظالم والمظلوم، وأخيرا الفصل السادس وهو علي ومعضلة الإسلام، ثم الخاتمة. ثم يذيل الكتاب بمصادر ومراجع وفهارس عامة. نحن سنبدأ مباشرة في الكتاب من توطئة المؤلف. توطئة: تعد دراسة التاريخ الإسلامي في ضوء نظريات علم الاجتماع الحديث حقلا خصبا من حقول البحث، فقد كتب عدد كبير من الكتب حول الملامح المتنوعة للإسلام، غير أنني أكاد أجزم أنه لم يحاول أي كاتب أن يدرس بجدية التفاعل الحاصل بين الدين الإسلامي والمجتمع الذي ازدهر فيه. في عام 1931 نشر كتاب في إنجلترا تحت عنوان سوسيولوجيا الإسلام، والذي جاء كما يظهر في مقدمته بطلب من أوصياء السيد هربرت سبنسر كتكملة لكتابه علم الاجتماع الوصفي. في الواقع لا يختلف هذا الكتاب كثيرا عن أي كتاب آخر كتب حول الإسلام. يتناول الكتاب النظريات التي تتعلق بمختلف المراحل التي مر بها المجتمع الإسلامي، وأيضا محاولة الكشف عن مدى قبول الناس الذين اعتنقوا الإسلام لفكرة انقيادهم له، غير أن هذا ليس الغرض الجوهري من سوسيولوجيا الدين كما يصطلح عليه علماء الاجتماع المحدثين. إن الغرض من علم اجتماع الدين كما يبين وارك هو دراسة العلاقات المتبادلة بين الدين والمجتمع وأشكال التفاعل التي تحدث بينهما. إن أي دين يظهر في البداية كرفض أو ردة فعل ضد ظاهرة معينة في المجتمع، ويتغير في النظر والتطبيق تبعا للتغيرات في نموه الدنيوي ونجاحاته وإخفاقاته وطبيعة الناس الذين يسودون فيه وما شابه من الأمور الأخرى. قام العديد من الكتاب بدراسة تاريخ الديانة المسيحية وحتى اليهودية وعلى عدد منوال، بينما يوجد نقص كبير في الدراسات الاجتماعية للإسلام. ظهرت في مصر التي تعتبر مركز العالم الإسلامي قبل زمن قريب سلسلة من الكتب لأستاذ الجامعة المصرية الدكتور أحمد أمين، والتي عالجت موضوع التاريخ الاجتماعي للإسلام واستقبلت الأوساط الثقافية العربية بحماس وتقدير كبيرين. فقد عدت أول جهد حقيقي في تفسير التاريخ الاجتماعي والطائفي للإسلام من منظور حديث. إنها بلا شك مصدر مهم لدراسة الإسلام، دراسة اجتماعية
غير أنها ليست بالعمل السوسيولوجي على الإطلاق. يبدو أن أحمد أمين ينتمي إلى المدرسة القديمة التي تميز تمييزا واضحا بين الخطأ والصواب، فهو لا يزال يفكر ضمن منظومة قيم ثابتة وحقائق مطلقة حول القضايا الاجتماعية، حيث خصص جزءا كبيرا من عمله لشجب صنف من الأفكار وتمجيد صنف آخر من غير أن يسأل نفسه حينما تبنى هذه الفكرة أو تلك، فيما إذا كان الناس أحرارا في اختياراتهم أو مجبورين تحت وطأة ظروفهم الاجتماعية. إنه يحكم على إيفاد اجتماعي من منطلق يخلو من النظرة الواقعية. يمكن القول إن أحمد أمين يمتلك خلفية فلسفية وليس خلفية اجتماعية، لذلك نراه يطبق المنطق الأرسطي على القضايا الاجتماعية. هذه الدراسة بخلاف الأعمال الآنفة الذكر تحاول دراسة بعض النظريات الاجتماعية للإسلام ليس بوصفها أفكارا منطقية موجودة في فراغ، بل كونها إيديولوجيات في تفاعل مستمر مع الظروف الاجتماعية التي ظهرت فيها. والجدير بالذكر هنا أن هذه الدراسة لا يقصد منها أن تكون بحثا شاملا لمجمل حقل سوسيولوجيا الإسلام، فهذا الأمر أكبر من أن يطالع به باحث لوحده. إن هذا العمل معني بدراسة الجانب من جانب ذلك الحقل، وهو موازنة الإسلام، أو بكلمة أخرى الصراع بين المثالية والواقعية في تاريخ الإسلام. إن الصراع بين المثالية والواقعية موجود في كل طور من أطوار المجتمع الإنساني كما سنرى لاحقا، ولكنه ليس من المبالغة القول إن ذلك الصراع أبرز نفسه بصورة شديدة جدا في تاريخ الإسلام. أحاول في هذه الدراسة مناقشة أسباب وتطور هذا الجانب المميز في الإسلام. لا بد هنا من توضيح نقطة واحدة قبل أن نتقدم أكثر بالدراسة. استخدمت هنا مصطلحي المثالية والواقعية بالمعنى الشائع وليس بالمعنى الفلسفي. يقول الدكتور تايتوس: تحمل العقلية العامة فهما مختلفا جدا المصطلح المثالي عما هو عليه في الاستخدام الفلسفي للمصطلح. يمكن أن تعني كلمة مثالي في المفهوم الشائع الشخص الذي يرضى ويعيش بمعايير أخلاقية وجمالية ودينية سامية، فمثل هذا الإنسان يقال عنه إنه شخص ذو مثل أو مثالي. ثانيا، الشخص الذي يكون قادرا على رؤية ومناصرة خطة أو برنامج معين لا يوجد بعد على أرض الواقع، فكل مصلح اجتماعي ونبي وشخص مثالي بمعنى الأخير، لأنه يدعم ما لم يأتي بعد إلى حيز الوجود. يتحدد المعنى الفلسفي لمصطلح المثالية بمصطلح فكرة أيديا وعقل ماين أكثر من مصطلح مثالي أيدياليست. يقول البروفيسور وي إي هوكينغ وهو عالم في العلم المثالية إنه من ناحية المعنى يكون مصطلح إيديزم معبرا أكثر من مصطلح إيدياليزم. والمصطلح الأخير يؤكد أن الواقع قريب للأفكار والفكر والعقل أو الذوات أكثر من كونه قريبا للقوى المادية. ويميز تايتوس أيضا في معرض الحديث عن الواقعية بين المعنى الشائع والمعنى الفلسفي للمصطلح، حيث يقول: يمكن أن تعني الواقعية في المعنى الشائع الحرص على الحقائق والتفاصيل إزاء الخيال. وسنشرح من خلال تذكر الفرق بين الاستخدام الشائع والاستخدام الفلسفي لهذه المصطلحات بدراسة المعاصرة ودورها في تشكيل التاريخ الاجتماعي والمذهبي للإسلام.